تعالوا بينا النهاردة بقى نعمل مع بعض الحاجة الحلوة ديت. قرع العسل. قرع العسل أنا جات لي قرعة عسل هدية، وقطعتها بعد ما غسلتها وقشرتها. قشرتها طبعا الأول، بعد كده قطعتها زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده حطيتها في طبق زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها سكر. انت بقى السكر دوت دي حاجة اختيارية لحضرتك، شوفي انت بتحبي سكر ايه وحطي. لو بتحبي سكر قليل يبقى مش هتحطي كتير، لو بتحبي سكر كتير يبقى هتحطي سكر كتير. زي ما انتم شايفين كده اهوت السكر بعد ما حطيته اهوت. هرفعه بقى على النار بعد ما هسيبه شوية ينزل ميته ويشرب السكر. بعد كده بعد ما حطيته على النار استوى، هرسته بالهراسة، حطيته في الصينية زي ما حضرتك شايفة كده. طبعا أنا دهنت الصينية سمنة. وبعد كده فردت قرع العسل بعد ما هرسته بالهراسة زي ما حضرتك شايفة. بصوا، القرع العسل من الحاجات اللي الناس مش بتعملها كتير، بس جربيه بالطريقه دي هيعجبك قوي. ده كده البشاميل. انا جبت 8 معالق دقيق على 8 معالق سمنه، ورحت قلبتهم على النار مع بعض، وبعد كده حطيت لتر حليب، وبعد كده حطيت البيضايه ديت كده وقلبتها مع البشاميل بعد ما لف معايا. وبعد كده هضرب البيضايه كويس مع البشاميل واحطها على وش صينيه قرع العسل. وبعد كده طبعا ما تنسيش الفانيليا في البشاميل، اوعي تنسي وتحطي ملح. انا حطيت فانيليا طبعا. وبعد كده هدخله الفرن. هنا في الصينيه اهوت بعد ما خلصت هدخلها بقى الفرن وهنشوفها مع بعض كده شكلها هيطلع ايه. قرع العسل يا جماعه من الحاجات اللي انا ما بعملهاش، يعني يمكن عملتها من حوالي 5 سنين. مش بنحبها يعني، معلش يعني، اكيد في ناس كتير بيحبوها بس انا مش بحب قرع العسل ومش عارفه ليه الحقيقه يعني. وادي صينيه قرع العسل بعد ما طلعت من الفرن. بصوا انا قطعت منها قطعه كده عشان اوريكم الشكل كده، شكل البشاميل وهي على قرع العسل. بس انا بصراحه يعني انا اللي بيحب قرع العسل يعمل قرع العسل، اللي ما بيحبش بقى قرع العسل ممكن تعمليه بحاجة تانية حلوة قوي برضو وهتطلع النتيجة جميلة جدا. عارفين ايه هي؟ البطاطا الصفراء. هاتوا البطاطا الصفراء واعملوها بنفس الطريقة دي هتبقى رائعة معاكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناة